السلام عليكم. إن كان هذا خطاب رجل مسؤول عن مصالح المغاربة. أعيدها للمرة الثانية وأعرف ما أقول. أتمنى أن تكون هذه القناعات، أن تكون هذه التعبيرات نابعة عن قناعات تحترم الأخلاق السياسية ولا تخضع لإملاءات في دهاليز لا نعرفها. وأولئك الذين يكتبون ويشتمون كيدهم في نحورهم لن يستطيعوا أن يوقفوا هذا القطار الذي يسير بسرعة، وسنستمر وليقولوا. لذلك سيظلون على هامش فماذا عسى أن يفعل العوام؟ فلم يعد مستساغا أن تحضر موظفا ينتخبه الشعب لخدمة ولاد الشعب وخدمة الوطن عموما، وغير يشد بلاصتو ويسخنها يقوم بتمييز وتصنيف المغاربة وكأنهم جاءوا من كوكب آخر أو كأنهم أعداء للوطن. سلم على هذاك اللي صيفطك، سلم عليه. يبدو أن عقلية الاستعمار لا زالت معشة في عقول هؤلاء السياسيين، والأرشيف السياسي مليء بمثل هؤلاء الأغبياء، ابتداء من البيليكي. واش دابا البرلمان غيخدم بليكي؟ واش الحكومة غتخدم بليكي؟ واش الولاة والعمال غيخدموا بليكي؟ و2 ريال و20 درهم وغادي نربي المغاربة والمغاربة مراد وزيدوا زيد، وانتهاء من تحالف المسرونين الذين ركبوا قطار السياسة وانغمسوا في ثرائها وأرادوا دهس المغاربة خاصة الدراوش. أما كروش الحرام وأصحاب الشكارة راهم راكبين معاهم. فمن المنظور السياسي القح والمنظور الوطني الخالص هؤلاء يعتبرون مراهقين سياسيين بل سفهاء، لأنهم بهذه التصريحات اللامسؤولة يريدون تفرقة هذا الشعب وزرع الفتنة وتفريقه إلى درجات. أليست الديمقراطية تتسع لآراء الجميع؟ أليست الحكامة أن يكون صوت الشعب هو الغالب؟ مع أن هذا الشعب مسكين كيموت على الوطن والملك ديالو الذي والحمد لله بإمارة المؤمنين وحد جميع المغاربة بكل أطيافهم. عروبي ريفي شلح متدين غني فقير ملحد وحتى اليهودي كيعيش بيناتنا في سلام تام. إذا من حقنا كمغاربة أن نرفع شكوانا إلى الله أولا وندعو عليهم عقب كل صلاة، وأن يرنا فيهم يوما أسودا تفرح فيه قلوب الفقراء والمحتاجين، ثم بعدها رفع شكوانا إلى الملك باعتباره هرم السلطة وموحد هذا الشعب وملك البلاد، بأن يعزل مثل هؤلاء السياسيين الذين يلعبون بأمن البلاد والعباد والتدخل بحزم لوقف هذه المهازل. لا أعلم من في مصلحته أن يخرج الناس للاحتجاج، ومن في مصلحته أن يؤجج الصدور وينفر النفوس، حتى ولا كلشي باغي يطج من هاد البلاد. وراه المغرب مسكين من طبعه باغي غير ياكل ويسكن ويعيش في سلام وتعطيو حقه من الكيكه، فلا لغلاء الأسعار ولا للتضييق على الدراويش والفقراء. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين تدان، والسلام عليكم.